سورة كاملة في القرآن الكريم، سورة كاملة يتحدث اسمها عنوانها سورة البقرة، إلا أنها تتحدث عن الاختيار الإلهي، لأنه الله سبحانه وتعالى لما يختار ما يختار من فراغ. رجل تاجر ثري جدا، طبعا اختلف النقل، جماعة يقولون رجل وله ابنه، وجماعة يقولون رجل وله ولد، لكن أقرب الآراء شبه الإجماع. ينقل الطبري في تفسيره وغير الطبري فد 2 3 يعني مجمعين على أنه رجلا ثريا يملك أموال، يملك تجارة كبرى، وبنفس الوقت عنده بنت وحيدة، وأجمل بنات مصر في ذاك الوقت، يعني أجمل بنات المدينة، جميلة، وأبوها تاجر ثري، فتكون مرغوبة أكيدا. هذا التاجر يا سبحان الله أولادا ما عنده أخو متوفي، ابن أخوه عايش، ابن أخوه شاب كسول، لا شغل ولا عمل، قاعد وساكت، شلون احنا نسميه مسب الجديد، قاعد تلفي، ماكو، هذا اللي ما عنده شغل وعمل، قاعد بلكي فلان الخطيب يغلط حتى شهر بيه، بلكي فلان رادود يغلط حتى ايش نزل عليه كلام، بلكي فد ابو موكب يتصرف له تصرف غلط واقعد انا اشهر واشتم عليه. فهذا الشاب عم تاجر ثري وعنده بنت جميلة جدا، وهو قاعد ما عنده شغل وعمل، واجوا اصدقاء التموا عليه قالوا له عمك، خلينا نقول مليونير يجوز بالمصطلح مالتنا، وبنته جميلة، انت ما تروح تخطب بنت عمك وتتزوجها وحتى فدنا وبهم عندك زوجة وما يصير عندك فلوس. اجى هذا الشاب باختصار خطب من عم البنت، عم رفض، شنو عندك رصيد شغل عمل، ازوجك بنتي على اي اساس؟ ما ازوجك بنتي، روح. فترة هم جاب له جماعة واجى على عمه، العام هم نفس الكلام. فترة يقول فإبليس عليه لعائن الله اجى قعد بصفه على صفة إنسان وصار يغريه، لابد أن تتزوج بنت عمك، لابد أن تكون بنت عمك إلك، لابد كذا. فهو كان يجاوب أنه عمي ما يرضى، قال له إذا استنفذت كل الوسائل اقتل عمك. شوف إخواني، ماكو قتل ظلم بالحياة ما بإبليس، هذا هم درس خذوه، لازم إبليس موجود. فهذا هم راح العمة آخر خطبة ما قبل عمه، قال ورا فترة إجا قال لعمي حصلت تجارة عند القبيلة الفلانية اللي فوق من عندنا، ممكن تنفعك وانت تاجر. العم وافق أن يرافق ابن أخوه. بالليل ركبوا كل واحد على جواد وطلعوا، وصلوا إلى القرية الثانية، على أطرافها نزل هذا الشاب، حجر كبير ضرب عمه على راسه، سقط عمه من الجواد، بيده خنجر صار يطعن بقلب عمه، قتل عمه، خنجر آلة حادة، المهم قتل عمه، قتله ورجع بالليل للقرية مالته وسوى الأمور طبيعية. قعدوا الصبح راح البيت عمه، لقى مسكينة هاي البنت وجهها أصفر ترجف خايفة، ها شبيك بنت عمي؟ قالت والله أبوي طلع من البارحة واليوم ما شفنا. قال خلاص أنا راح أدور لك على أبوك وإن شاء الله أحصله وأجيبه. فمن راح ويندل وين كتله، وصل لقى مجموعة من الناس مجتمعين عليه، عاد هو بعد ركب الباطلة، مو بالباطل كل شيء يسوي العياذ بالله، باطل، رأسا شك ثوبه وصار يبكي وعمي ويلطب. شو يصير من عنده؟ قال له صبح لقيناه مقتول هنا. قال لهم ماكو غير انتم قتلتوا. شوفوا اخواني، القبيلتين هم من بني اسرائيل، هم القبيلة اللي بها هذا الرجل المقتول وهم القبيلة الاخرى. هذا اللي الشيطان ضرب براسه، الشيطان راد يسوي فتنة أكبر لولا عناية الله ووجود النبي. هنا الاختيار، أنا شاهدي الاختيار، النبي موسى عليه السلام. فالشيطان اجى بصيغة رجل، صار يخلي بإذن هذا الشاب، يقول له قلهم عنده فلوس انتوا سرقتوها، عنده أموال انتوا أخذتوها، وأني أطالبكم بالقاتل وأطالبكم بفلوسه. شوف شلون الباطل. يابا احنا ترى صباحنا لقيناه مقتول، احنا اهله ما كنا نعرفهم وين. قال لا احنا نطلبكم.
أخذ عمه وراح لديرته، حشم العشاير، حشم قرايبه ماكو، قال لهم يلا هذا عمي انذبح ولازم نطالب بدم عمي من ذيك القبيلة. هسه هذا ممكن يريد يقتل على عمه حتى لو هو باطل، بس من يريد يطالب على شنو؟ على شيء قوي، على دم. فالمهم هذا رجع قال لهم هذول قتلوا عمي، وصار اللغط بين الناس، الأخيار علية القوم الناس الكبار قالوا عمي من يقول ذولا كاتلين، ذولا قالوا احنا نقسم لكم الأيمان الغليظة احنا ما كاتلين، أو هذا الشاب يريد يلم الجيش يروح يعارك ويصير سيل من الدماء. طلع واحد من الخيرين قال يابا انتوا جاي تختصمون وتعاركون، مو عندنا نبي ونبي محترم والله دازه، امشون الموسى. قالوا والله خوش راي هذا، يلا امشون الموسى. فذهبوا يحتكمون عند موسى عليه السلام. شوف اخواني هاي كلش بها دروس مهمة، بس الوقت بدأ ياخذني، أنا راح أختصر بالدروس على السريع، بس أشر إشارات وأنتوا على راحتكم تسمعوها بعدين وتفسروها. أول ما رجعوا لموسى، ليش؟ لأن مو مختار البشر، منو اللي مختاره؟ إن الله اصطفى. هذا محور حديث الليلة، حديث عقائدي مهم. الله اللي يختاره اتبعه، لا تتبع اللي اختاره ابن آدم، الله سبحانه وتعالى. واحد. اثنين، الافتراء ما إلى حد، الباطل ما إلى حد. ثلاثة، رجعوا إلى موسى، الله صار سبحانه وتعالى يمتحن القوم. أول ما جوا لموسى قالوا له عندنا اثنين متشاتلين وهذا صبح، العفو عندنا واحد مقتول ونريد نعرف ياهو جتاله ما ندري. موسى ايش قال لهم عليه السلام مباشرة؟ قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. شايف؟ يعني هاي هم شلون فهموها؟ يعني فهموها هاي الصورة اللي راح أضرب اياها من مثالنا حتى أسرع أختصر بالشرح. شلون واحد يقول له أنا جوعان ما عندي خبز، يقول لك روح أكل كيك. هيك فهموها. قالوا له يا نبي الله احنا نقول لك الدماية الوادم تتذابح كل من حاط ايده على سيفه، يريدون يذابحون، انت تقول نذبح بقرة؟ نذبح بقرة شنو؟ قال كيف؟ قال له يا نبي الله هذا قتل، نذبح بقرة. ايش جاب القتل على البقرة؟ قال الله يقول اذبحوا بقرة. الله يقول ذبحوا بقرة؟ ايه زين، ليش الله سبحانه وتعالى اختار البقرة؟ هسه يجوز واحد منكم غير يسأل، هم سؤال يعني، هم نسأل القرآن الكريم ليش الله سبحانه وتعالى اختار بقرة؟ خوي اختار حصان، خوي اختار مثلا اجل لكم الله بعير، خوي اختار غنم، يعني ليش بقرة؟ ودجاجة، ليش بقرة يعني؟ دجاجة. تعرفون ليش؟ الله سبحانه وتعالى مرات، هذا الدرس الرابع، مرات بالحياة يمتحنك، يريد يشوفك على دينك لو بعد دينك. هذا الدرس الرابع. هسه راح تقول لي شنو علاقة البقرة بالموضوع؟ تعرفون شنو علاقتها؟ لأن ذولا اللي الله سبحانه وتعالى دزلهم موسى النبي على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، قبل لا يجيهم موسى بسنتين ثلاث، هم كان عندهم أكبر إله وأعظم إله عندهم يعبدوه هي البقرة. فهمتوني؟ ولهذا هم ما قبلوا بالبداية، قالوا له شنو علاقة البقرة بالدم؟ لأنه ذولا قبل سنتين ثلاث كانوا يسجدون للبقرة، شلون يجيبون ربهم يذبحوه؟ الشكل صارت الفكرة عندهم، هذا ربهم البقرة كانت. ولهذا الله اختبرهم بالعقيدة. شوف اخواني دخيل الحسين، العقيدة صعبة، الامتحان العقائدي. أمير المؤمنين يقول سلام الله عليه: وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال. فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذا الدرس الخامس اللي قلت لكم عليه، على أساسه بديت الرواية. من قلت لكم مرات هو ابن آدم يجيب الطلايب ويحطها على روحه، اللي هي من باب الفضول، نسميه الفضول. وهذا الفضول فد شيء مو لطيف يعني. قال ذبحوا بقرة. أخو أولاد الأوادم روحوا جيبوا لكم بقرة ذبحوها. أول ما قال له أوصف لنا شكلها شلون. ليش تقول جيب بقرة ذبح؟ قلت يجيب الطلايب ابن آدم ويحطها على روحه، يجيب الطلايب ويحطها على روحه. قال الله يقول لكم، يقول صفراء وفاقع لونها وتسر الناظرين. قل له زين، كبرها ايش كبرها؟ ابويا قال لكم صفرة، روح شوفوا لكم بقرة صفرة. جاب له بعض طرقاء حطها فوق راسه. قال زين، ايش كبرها تريدها؟
قال يقول لا كبيرة ولا صغيرة، يعني متوسطة بالعمر. قالوا خوش هسه عرفنا احنا كل لا كبيرة ولا صغيرة وصفرة، زين احنا نجيبها من المعلف لو نجيبها من المحرث؟ قال لا، الله يقول لكم كون ما حارثة. شوف الطلايب يجيبوها على ارواحهم، ويجيب طولها ويجيب قصرها ويجيب عليه من الله امركم سبحانه وتعالى ذبحون البقرة، انتم صعبتوها على ارواحكم. تالي ويطلعون الجماعة يدورون على البقرة ويفترون المدن وما هو كل بقرة. بعدين لقوها عند شاب يتيم. هنا هم روايتين، واحدة تقول شاب يتيم، واحدة تقول مرأة أرملة عندها أيتام. بس هي رواية الطبري يقول شاب يتيم على أطراف المدينة. لقوها هي نفسها الصفرة أم المعلف، شكلها حلو، الماء حارثة قاع. بس الدرس السادس إجاك، من تشوف إنسان محتاجك أوقف له، لا تستغل حاجة الإنسان. فهذا الشاب استغل حاجة الناس إلى البقرة. قالوا له نشتري منك هاي البقرة نعطيكم مكانها 2 أبقار، تقبل؟ بقرتين عفوا. قال لهم لا ما أقبل. قالوا نعطيك 10. قال ما بيع. هو طلع برا الشمشم، شافهم هذول اللي هي لازم يردون نفسه، ما لا أخذ، لزموا لي عليهم قولتنا، هي هاي الاقصدها أنا، لا تلزموا لي على آخر حاجة ما تريدها تطيها. قالوا له نعطيكم مكانها 10 بقرات. قال لا ما بيع. قالوا له زين نعطيكم مكانها وزنها ذهب. قال ما بيع. قالوا له نعطيك 10 بقرات ووزنها ذهب. قال ما بيع. بعد وين يوصلون وياك؟ قالوا له زين نعطيك ال10 بقرات ونعطيك وزنها ذهب مرتين. قال ما بيع. تحيروا ويا الناس. زين هذا نذر إلى الله تعالى، لازم هي هاي ماكو غيرها. بعدين استنفذوا آخر وسيلة، يقول اشتروها من عده بوزنها 10 مرات ذهب. 10 مرات وزنها ذهب. يلا الله إياه. شاهدي هنا الله سبحانه وتعالى لما يختار ينطي المعجزة لمن؟ للي يختاره. موسى عليه السلام قال له البقرة الصفرة الحلوة الفاقع لونها تسر الناظرين الماء مشتغلة بقاع، جبنا لك إياها. قال جيبوها اذبحوها. اذبحوها وخذوا جزءا منها. هسه اكو روايات تقول الجزء اللي اخذوه هي الرجل. ذبحوا البقرة، اخذ الرجل موسى عليه السلام، وجابوا جثة الرجل الميت اللي اذا ما نعرف قاتله منو توصل الدم للركاب قولته عنه. جيبوه، ضرب الجسد برجل البقرة. طبعا كل امر الله، موسى نبي ولكن رسالة من الله سبحانه وتعالى، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء. شنو ميت ما يحيي؟ الله سبحانه وتعالى كل شيء يسوي، يتصرف بعباده، لله في خلقه شؤون. جابوا رجل البقرة اضربوا بها الميت، قعد الميت وجراحه يابسة من الدم. اول ما قعد جراحه بدأت تنزف. بس سؤال سأل موسى النبي عليه السلام، قال لهم تصدقون بنبوتي إذا سألت وجاوب؟ قال له نعم يا نبي الله. قال لا مو أكو قسم ما مصدقين. قالوا آمنا بربك بس قل لنا من القتل قبل لا تموت الوادم. قال من الذي قتلك؟ فأشار إلى ابن أخيه. قال هذا ابن أخوي القتلني. ثم رجع مات. هاي كلها باختصار اللي نزلت بها سورة البقرة. البقرة هي معجزة موسى. فالله سبحانه وتعالى لما يختار، لما يقول إن الله اصطفى يعني إن الله اختار، يدرب الطاقات اللي موجودة في ذات الشخص الذي يختاره. لأنه حمل رسالة السماء مسؤولية كبرى، تحتاج المعجزة، تحتاج القناعة، تحتاج الكلام، تحتاج التضحية، تقدم إلى الله.